كنت عايزة أقول لكم إيه، آه، افتكرت أم خالد. ممكن يكون معظمكم عارف مين أم خالد. بنوتة كده اسكندرانية زي العسل، بنت حرشة ومرشة كده، وأغلبكم أكيد متابعينها. وأنا بقلب على التيك توك أو على اليوتيوب من يومين لقيتها منزلة فيديو، كان عيد جوازهم وجوزها تقريبا جايب لها هدية، فالست فرحانة ومنزلة فيديو بتفرجكم على الهدية. انتوا بتسكتوا؟ انا ما بقولش انتوا، يعني كلكم يسكتوا. لا، ما يسكتوش، يخشوا لك كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي وربنا يخليهولك ويعيش ويجيب لك. لا، كل سنه وانتوا طيبين والعمر كله مع بعض. لا 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 لا. الست فتحت الفيديو من هنا او عرضت الفيديو من هنا ويا ده يا دقي، حنفيه مواعظ. هي بتهزر مع جوزها، هي طريقتها كده بتهزر مع جوزها، او احنا طريقتنا كده الاسكندرانيه، طريقتنا كده بتهزر معاه. ايه ده؟ انت جبت فلوس منين؟ انت سرقت سرقه؟ انت نهبت؟ هي طريقتها كده، وهم متعودين يتعاملوا مع بعض كده. لا بقى، حنفيه مواعظ ومحاضرات في الاخلاق. لا عيب يا ام خالد، ما يصحش تكلمي جوزك كده يا ام خالد. يا ستي هو اشتكالك؟ اختي، هو جه اشتكالكم؟ هو فرحان بيها مبسوط بيها كده، طريقتها كده عاجبه جوزها. لما جوزها يجي يشتكي لكم ابقوا تدخلوا. انتوا بتتدخلوا ليه في اللي مالكمش فيه؟ اختي، المفروض ما حد يشوف حد كده في عنده مناسبه بيقول له كل سنه وانت طيب، ما يفضلش يديله محاضرات بقى في الاخلاق وفي الفضيله وما ينفعش ويصح وما يصحش وما تتكلميش بالطريقه. انتوا مالكم؟ بتحشروا نفسكم في اللي مالكمش فيه ليه؟ قدرتي تقولي كلمه حلوه قولي، ما قدرتيش خلاص. مش عاجباكي ومش عاجبك المحتوى بتاعها اطلعي. ليه كلكم بتزايدوا بالفضيله؟ ليه كلكم بتزايدوا بالاخلاق؟ وكل واحد بقى ايه اللي هو ام العريف وابو العريف؟ ما يصحش كده. لا، هو اللي ما يصحش اللي انتوا بتعملوه، اللي ما يصحش اللي انتوا بتعملوه. اختي قدرتي تقولي لها كلمه حلوه قولي، ما قدرتيش خلاص اطلعي. مش عاجبك الفيديو اطلعي. لكن لا، ازاي احنا ازاي نفوت الفرصه دي ازاي؟ لا، لازم نقعد نديها بقى حكم ومواعظ ونعلمها اسلوب الكلام ازاي ومش اسلوب الكلام ازاي. هو انتوا يعني، او فيكم خلاص، انا اتعودت على الاسلوب بتاعكم مع الناس، مع ناشري المحتوى. لكن اللي لفت نظري، انا متابعه ام خالد، هي ما كانتش بترد ولا بتعلق، بس لفت نظري اخر يومين اللي هي بترد عليكم بتبرر لكم ان انا بهزر معاه. لا حبيبتي، ما تبرريش لحد، ما تبرريش لحد. اللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه يطلع بره، ما يتفرجش على محتواكي. برضو من اسبوع كده او 10 ايام منزله فيديو ليها هي وابنها، ولا مش هجيب لك الشيبسي ومش عايز شيبسي، الولد عايز شيبسي ومش يا نهار اسود، يا نهار اسود. عشان بتقول له لا، طب ما انا عادي بقول لاولادي لا، وعادي، واحنا عادي جدا اقول لهم انتوا خاربين بيتي وكابين زيتي. هي دي طريقتنا، طريقه كلامنا. عجبكم مش عاجبكم خلاص. انتي وبتعملي كده عشان المتابعين يبعتوا للولد شيبسي وكرتونه شيبسي، لدرجه انها عملت فيديو عشان تقول لكم لا انا ما اقصدش، انا بتعامل بعفويتي وبتلقائيتي. حبيبتي، ما تبرريش لحد. انتوا مجتمع قاتل للعفويه. انتوا مش عاجبكم العجب، مش عاجبكم العجب. انا بخش على مواقع تواصل هنا هولنديه واسبانيه، عمري ما شفت حد، الناس الاوروبيين دول اللي هم مش عاجبينكم، انا عمري شفت حد بيتنمر على حد، ولا حد بيتريق على حد، ولا حد حاطط مناخيره في حياه حد. عنده كلمه حلوه في التعليق بيكتبها كومبليمون، كتب له كلمه كويسه كتب له، ما عندوش كلمه حلوه بيسكت خلاص. ما فيش الا انتوا اللي حاشرين مناخيركم في حق ومواعظ بقى، وزايده بقى، وزايده بالمواعظ والاخلاق والفضيله. خليكم في حالكم، بصوا في ورقتكم، بصوا في ورقتكم، خليكي في خيبتك، خليكي في خيبتك انت وفي بيتك وولادك وجوزك. يعني ما تفهمنيش ان انت يعني 100% بيتك وجوزك راضي عنك عشان انت بتعرفي تتكلمي معاه. هي طريقتها كده، دي طريقه هزارها، بتتكلم مع جوزها كده. جوزها كان جه اشتكى لكم، لما يجي يشتكي لكم ابقوا اتكلموا. وحتى لو جه اشتكى لكم المفروض مالكمش دعوه برضه، المفروض مالكمش، ما تسيبوا الناس في حالها وخليكم في حالكم، انشغلوا بحالكم.